والد الطفل ناجي. طبعا احنا كمحافظة الغربية كأبناء الغربية احنا كلنا بندعمك. كل مصر بتدعمك، دي حالة إنسانية واحنا طبعا مع كل الحالات الإنسانية. وناجي ده ابنك، مش ابنك لوحدك، ابن مصر كلها. وإن شاء الله احنا لنا ثقة في فريق أول عبد الفتاح السيسي، وفي المستشار رئيس الجمهورية عدلي منصور، ووزيرة الصحة، ان هم يتبنوا حالتك. انت يعني في دقيقتين رسالتك ايه لوزير الصحة وللأستاذ المستشار عدلي منصور؟ والله انا يعني عايز اوصل صوتي ليهم، مع برضو اللهم صل على النبي بوجودكم معايا، ان انتوا وصلتوا لنا ان احنا نكلم الجماعه دول. بس اهم شيء اللي احنا عايزينه ان ناجي نوديه مستشفى فيها استشاريين نضاف، على ان مستشاريين كبار، على ان بصراحه احنا متبهدلين بيه. زارتك الحركة النسائية الحرة بالغربية، وحركة الإرادة الشعبية الوطنية، والحركات الداعمة لكل مواطني الغربية. انت يعني ايه الرسالة اللي انت عايز تقولها لهم، وانت بتطالب الحركات السياسية والحركات المجتمعية بتطالبهم بيه؟ انا بطالب ان ابني يتعالج، بطالب ان المصل الصيني ده ينشال، على ان ممكن ابن اختي ياخده ووقع في نفس المشكله دي تاني. احنا اهم شيء ان احنا عايزين نشيل المصل. اما اللي انا فيه راضي ربنا بيه، وبرضه احنا بندور وبنسعى لعلاج ابننا، بس عايزين العلاج ده برضه يتمنع. ما احنا برضه كلنا لازم نكون ايد واحده. انا ابن اختي لو عضه الكلب، ولا ابن اخويا لو عضه الكلب، هرجع في نفس المشكله. انا ما خلصتش من الاولاني لما اروح اقع للتاني. يعني انا سبت شغله في السعوديه وجيت عشان خاطر ابني. قال له تعالى ابنك في غيبوبه، يا دوبك قعدت 4 اشهر. قال له تعالى